بتبدأ قصتنا سنة 1905 في أيرلندا مع ضابط إنجليزي اسمه بيرسي، وكان بيشارك في مسابقة صيد مع جنود تانيين، وبيقدر بمهارته يكسب المسابقة، والناس كلها بتبصله بإعجاب. وفي نفس اليوم بيروح بيرسي مع مراته على حفلة كانت معمولة مخصوص للاحتفال بمسابقة الصيد، والحفلة كان فيها ضباط كتير من نفس رتبته العسكرية، إلا إنه كان الوحيد فيهم اللي ما عندوش أي أوسمة عسكرية. في نفس الوقت الناس في الحفلة كانت بتبص لبيرسي نظرة شفقة، لأنه كان ضابط ماهر، بس للأسف عيلته سمعتها مش حلوة، وده لأن أبوه كان معروف بإدمانه على الشرب والقمار، وده كان مخلي الناس تبص لعيلته نظرة احتقار، لأن في الوقت ده كانت الناس بتهتم بالسمعة الاجتماعية أكتر من الكفاءة نفسها. وعشان كده بيرسي كان دايما بيحاول يهرب من سمعة عيلته. وفي مارس سنة 1906 الجمعية الجغرافية الملكية في لندن بعتت استدعاء لبيرسي، ولما بيوصل هناك بيقابل السير جورج جولدي، وده كان واحد من الكبار اللي ليهم وزن في الجمعية. وبيرسي كان عارف قبل كده إن السير جورج بيبعت الجنود في مهمات خطيرة حول العالم، فبيقول له جورج إن دولة بوليفيا مش مرسومة على الخريطة غير بجزء صغير، وإن منطقة الأمازون لسه مجهولة تقريبا، وإن المنطقة دي مليانة بأشجار المطاط، ودي بتجيب فلوس كتير جدا. لكن دلوقتي بوليفيا والبرازيل بيتخانقوا على الحدود، وعايزين بريطانيا تتدخل للمساعدة قبل ما يحصل بينهم حرب. وبيعرض على بيرسي مهمة السفر للمنطقة دي ورسم خريطة ليها، لكن بيرسي بيقوله إنه عايز مهمة تكون مشهورة أكتر من كده، وده عشان يبني سمعته بسرعة. فبيحس جورج إن بيرسي عنده طموح وإنه عطشان للشهرة، فبيقوله جورج إن دي مش مهمة رسم خرايط عادية، لأن المكان هناك خطير ومليان بالأمراض والأوبئة، وقبائل بدائية ما بتحبش الأغراب، وإن لو المهمة نجحت بيرسي هيكسب احترام كبير جدا. بعدها بيرجع بيرسي على البيت وبيحكي لمراته على العرض ده، فبتشجعه وبتدعمه عشان يحسن مستقبلهم. وبعدها بشهر بيبدأ بيرسي رحلته للأمازون، وهو على السفينة بيقابل واحد اسمه هنري كوستين، واللي المفروض يكون المساعد بتاعه. لكن بيرسي كان متضايق لأنهم قضوا أسبوع مع بعض على السفينة من غير ما يتكلموا بشكل كويس، فبيقول له هنري إنه كان بيراقبه طول الفترة اللي فاتت عشان يعرف إذا كان مستعد للمهمة الصعبة دي ولا لأ. فبيقول له بيرسي إنه عارف إن الموضوع مش سهل، وإن المهمة دي بالنسبة له هتحدد سمعته ومستقبله، وإن الموضوع بالنسبة له بقى أمر شخصي أكتر ما هو شغل. بعدها بيجيلهم تعليمات جديدة لرسم خريطة لنهر فير، وده جزء من المنطقة اللي بوليفيا والبرازيل بيتنازعوا عليها، والنهر ده كان بيعدي في غابات كثيفة، والمفروض يبدأوا شغلهم من مكان اسمه فيندا، والمكان ده قريب من مزرعة مطاط. بعدها بشهرين بيوصل بيرسي وفريقه لشرق بوليفيا، والمكان ده محدش رسم خريطته قبل كده. وهناك بيروحوا لدار الأوبرا وبيقابلوا جندي شاب اسمه مالي، وبيديهم مالي رسالة من لجنة الحدود بتطلب منهم يوقفوا مهمتهم بسبب مخاطر الحرب في المنطقة اللي رايحينها. فبيرفض بيرسي وبيقوله إنه هيكمل المهمة، وإنه محتاج منه ناس تساعده من السكان المحليين. فبيقوله مالي إنه مفيش غير طريقة واحدة، وهي إنه يشتري عبد هندي من واحد اسمه بارون صاحب مزرعة. وهناك رجالة بارون بيحذروه إن مفيش حد دخل الغابة دي ورجع منها حي. وتاني يوم بيبدأوا رحلتهم بطوافات كبيرة وأحصنة، وهما في السكة بيشوفوا قارب ألماني في النهر، بس قبل ما يلحقوا يكلموهم بتهجم عليهم قبيلة من السكان المحليين، وواحد من رجالة بيرسي بيتصاب بسهم وبيقع في النهر، فبينط بيرسي وباقي رجالته في المية عشان يهربوا، لكن النهر كان مليان بسمك البيرانة المفترس، وبيقدر بيرسي وهنري إنهم يرجعوا للقارب، بس للأسف واحد من رجالته بيتزنق في شبكة الصيد والسمك بياكله. وبالرغم من كده بيكملوا طريقهم عشان المهمة بتاعتهم. بعدها بيقفوا في مكان آمن عشان يستريحوا شوية، لكن مالي كان تعبان جدا وبيكح دم، وهنري إيده اتجرحت والجرح اتلوث. فبيسأل بيرسي المساعد الهندي وبيقول له قدامنا وقت قد إيه، فبيقول له إن الرحلة لسه طويلة، وإن المكان اللي رايحينه ده خطير لكنه مليان دهب ومطاط. ده غير إن في مدينة قديمة جوه الغابة أقدم من إنجلترا نفسها، بس ده كلام السكان الأصليين. لكن بيرسي ما بيصدقش كلامه، وكان خايف يكون بيضحك عليه عشان يرجع عن مهمته. وفي نفس الليلة بيطلب بيرسي من هنري إنه يقراله جواب جايله من مراته، لأنه مش قادر يفتحه بنفسه، وكانت بتقوله في الجواب إنها اتنقلت مع الأولاد لمدينة ديفون،
وإنها خلفت ولد وسمته براين. فبيحس بيرسي بتأنيب الضمير لأنه سابهم لوحدهم وبيحرق الجواب. بعدها بيكملوا رحلتهم، ولكن للأسف الأكل بدأ يخلص. واحد من رجالته بينهار من الجوع، وبقوا خايفين ومش عارفين هيقدروا يخرجوا من المكان ده ولا لأ. وبعد أسابيع صعبة بيوصلوا أخيرا لأعلى النهر، وده مكان موصلوش أي حد من المستكشفين قبل كده. بعدها بيتفاجئوا إن العامل الهندي هرب، لكنهم كانوا متوقعين كده لأن مهمته خلصت بعد ما وصلهم لأعلى النهر. وبعدها بيكملوا طريقهم في الغابة وبيقدروا يصطادوا خنزير بري، وده كان أكلهم الوحيد في طريق الرجوع. بعد كده بيرسي بيلاقي قطعة فخار مكسورة. ساعتها بيصدق إن المدينة القديمة دي كانت موجودة فعلا. وفي اللحظة دي بيرسي بقى مهتم جدا بالمدينة القديمة، لكنه بيخلص مهمة رسم الخرايط وبيرجع على إنجلترا. وهناك بيرسي بقى بطل في نظر الناس، وبيلقبوه بأشجع مستكشف في عصره. بعدها بيقابل واحد اسمه جيمس موراي، وده كان مستكشف وعالم أحياء، وكان قرأ مقالات بيرسي عن غابات الأمازون قبل كده. فبيقول له موراي إنه بدل موضوع ترسيم الحدود ده يروح أحسن يدور على المدينة المفقودة. فبيتصدم بيرسي من كلامه، وبيرجع يحلم تاني بالمدينة المفقودة، لكن موراي بيقول له يخلي الموضوع ده سر ما بينهم. بعدها بفترة، وتحديدا في فبراير سنة 1911، بيعرض بيرسي تقرير رحلته للشعب، وبيقول إن الأمازون دي مش مجرد غابة، وإنها بتخفي حضارة قديمة مفقودة ممكن تكون هي أصل القبائل اللي موجودة دلوقتي. فبينصدم الناس من كلامه، وكانوا فاكرينه بيجري ورا أساطير قديمة كانت سبب في موت مستكشفين كتير من قبله. لكن بيرسي كان مصر إنهم لو لقوا المدينة دي هيغيروا تاريخ البشرية. وعشان يثبت كلامه بيعرض عليهم قطع الفخار اللي لقاها هناك، ووثيقة قديمة لقاها في كلية ترينيتي، كتبها جندي برتغالي سنة 1753، وبيتكلم فيها عن مدينة مفقودة في الأمازون اسمها مدينة زد. فبيضحك الناس على كلامه وكانوا فاكرينه بيخرف، لكن موراي بيتحداه إنه يرجع هناك ويثبت كلامه. فبيوافق بيرسي على التحدي، لكن مراته كانت متضايقة جدا، وبتقوله إنها عاوزة تروح معاه، وإنها درست الملاحة وتاريخ المنطقة كويس. فبيرفض بيرسي وبيقول لها إن المكان هناك خطر جدا، وإن عندهم أولاد. فعلا في مايو سنة 1912 بيبدأ بيرسي رحلته التانية، ومعاه هنري ومالي وموراي وناس تانية. ولكن موراي من أول الرحلة بدأ يتعب ويشتكي، وبيقول لهم إن الشنطة اللي شايلها تقيلة، وبدأ يرمي حاجات من الشنطة كان شايفها مش ضرورية. وفجأة وهم ماشيين جوه الغابة بتهجم عليهم قبيلة من السكان الأصليين. فبيقول بيرسي لرجالته محدش يرد عليهم، وبيحاول بيرسي يهدي الموقف شوية ومبيرضاش يهاجمهم، وبيقرب منهم خطوة بخطوة. فبتفهم القبيلة إنهم مش جايين يأذوهم. فبيقول بيرسي لرجالته تعالوا نروح لهم، وبيرحب بيهم زعيم القبيلة وبيستقبلهم كضيوف. لكن موراي أول ما عرف إنهم من قبائل آكلي لحوم البشر بيقرر يهرب ويسيب الفريق. أما بيرسي ورجالته فبيقرروا يتصرفوا بحكمة ويحاولوا يفهموا الناس دي أكتر. وبيسأل بيرسي زعيم القبيلة عن المدينة المفقودة، فبيقول له الزعيم إنه سمع عنها لكن عمره ما شافها، وبينصحه يمشي مع النهر يمكن يقابل حد يعرف حاجة عنها. بعدها القبيلة بتعلمهم إزاي يصطادوا ويزرعوا من غير ما يؤذوا الأرض. فبينبهر بيرسي وبيستغرب إزاي الناس البدائيين دول عندهم مهارات ووعي أكتر من ناس كتير متحضرين. وبيتحرك بيرسي ورجالته عشان يكملوا رحلتهم. وبعد فترة بيقابلوا موراي مرمي في الغابة، وكانت حالته صعبة ومخلص تقريبا معظم الأكل بتاعهم اللي كان معاه. فبيغضب بيرسي جدا وبيحس باليأس والإحباط بسبب صعوبة الرحلة اللي مش عارفين آخرها إيه. وكل يوم بيعدي عليهم الوضع كان بيزداد سوء. وفجأة النهر بيشدهم بقوة وهم راكبين القارب. فبيقول بيرسي لموراي اوعى تتحرك وخليك ثابت. لكن موراي كالعادة مسمعش الكلام، والقارب بيهتز وسلة الأكل بتقع في النهر. بعدها القارب بيخبط في صخرة كبيرة، ومالي وموراي بيقعوا في النهر. فبيقول لهم بيرسي يسبحوا للشاطئ، لكن موراي بيفضل يشد في القارب وخلاه عمال يتمايل بشكل خطير. فبيحاول مالي يلحقه ويشده للشاطئ، ولكن بعد ما وقع لهم سلتين أكل في النهر. فبيغضب منه بيرسي وبيقول له أنت السبب في كل اللي احنا فيه. لكن موراي حالته كانت عمالة تسوء وبيفضل يرمي اللوم على بيرسي، والوضع ما بقاش مستحمل. وبسبب موراي الفريق بقى بيتحرك ببطء. فبيناقشوا الوضع مع بعض وبيقرروا يرجعوا موراي لإنجلترا. فبيدوله آخر حصان معاهم وشوية أكل،
ومرشد يوصله لمخيم عمال المناجم جنوب النهر، وبيقول لهم بيرسي إنه مش هيقدر يخاطب بصحة موراي السيئة واللي هتعرض المجموعة كلها للخطر. وبدل ما يشكره موراي بيقول له أنت مش فارق معاك أي حد من الفريق، أنت بس عايز تعمل اللي في دماغك وخلاص. وبعد ما بيمشي موراي بينصدم الفريق إن شوية الأكل اللي كانوا باقيين معاهم موراي بوظهم قبل ما يمشي، وإنهم كده مستحيل يقدروا يكملوا الرحلة. فبيضطر بيرسي ينهي الرحلة ويرجع إنجلترا. ولما بيوصل بيرسي للبيت بيلاقوا مراته خلفت بنتهم التالتة واسمها جوان، فبيشكرها إنها اعتنت بالأسرة وهو مش موجود. بعدها بكام يوم بيتم استدعاء بيرسي وباقي الفريق الاجتماع في الجمعية الجغرافية، وهناك موراي كان موجود. فبيقول موراي في الاجتماع إن بيرسي سابه بين الحياة والموت وإن اتخلى عنه، وإن الرحلة فشلت بسببه، وإنهم ضيعوا وقتهم على الفاضي مع شوية قبائل بربرية بدون أي دليل عن المدينة المفقودة. فبيدافع بيرسي عن نفسه وبيقول له أنا اديتك الأكل اللي يكفيك، وكان لازم أحمي باقي الفريق. فبيتدخل هنري وبيقول له موراي أنت السبب في فشل المهمة، وأنت اللي بوظت باقي الأكل بتاعنا، وكان لازم نسيبك تموت في الغابة. لكن موراي كان عمال يزعق وبيقول لهم انتوا كدابين. فبيتدخل مدير الجمعية عشان يوقف المهزلة اللي بتحصل، لكن موراي كان مصمم ان بيرسي لازم يعترف بخطأه قدام الناس كلها. لكن بيرسي بيرفض وبيقول له انا عملت معاك اكتر من اللازم، وانه مرضاش يتخلى عنه على الرغم من ان باقي الفريق كانوا عايزينه يمشي. لكن موراي فضل يلح على اعضاء الجمعية بانه عايز اعتذار رسمي من بيرسي. فبيرفض بيرسي وبيستقيل من الجمعية وبيرجع للبيت. وهناك بيقابل مراته واللي بتقوله إن جاله جواب من وزارة الدفاع، وده معناه إنهم هيستدعوه على الجيش عشان الحرب. وأول ما جاك ابنه بيسمع الكلام ده بيتضايق جدا، وبيتهم بيرسي إنه دايما سايبهم لوحدهم، وإنه إزاي لسه راجع من مهمة استكشاف فاشلة وعايز يرجع الحرب. فبيقوله بيرسي إن خدمة بلده واجب عليه. لكن جاك بيقوله أنت بتفكر في كل حاجة إلا عيلتك عايزة إيه ومحتاجة إيه. فبيغضب بيرسي من ابنه وبيضربه بالقلم على وشه، وبتجري أمه عليه تطبطب عليه وتصالحه، وبتقول له أبوك بيعمل كده عشاننا. وبعد سنتين بيكون بيرسي في الخطوط الأمامية مع الجنود، وفي يوم بيجيلهم أخبار إن موراي انضم لبعثة كندية للقطب الشمالي، لكنه ساب الفريق وهرب. فبيتأكدوا كلهم إن موراي كان شخص جبان فعلا. وبعد فترة بتجيلهم عرافة روسية في المعسكر، والفريق كله بقى عنده فضول من اللي هتقوله العرافة عن الرائد بيرسي. فبتقوله العرافة إن المكان اللي بيدور عليه أهم من كل اللي في خياله، وإن ده قدره، وإن روحه مش هتهدى غير لما يوصله. وفي سنة 1916 بيقوم بيرسي ورجالته بهجوم كبير على العدو، وكان بيشجع جنوده على القتال بشجاعة. لكن للأسف بيتصاب بطلق ناري أثناء المعركة. ولحسن الحظ بيعيش بيرسي لكن عينه بتتصاب، والدكتور بيقوله يخلي باله من نفسه لأنه لو كمل استكشاف هيكون في خطر على حياته. فبيحس بيرسي بالإحباط وإن حلمه في إيجاد المدينة هيضيع منه. وفي سنة 1923 بيتقاعد بيرسي من الجيش، وبيجي واحد صحفي عشان يزوره، وبيقول له الناس عايزة تعرف انت بتعمل ايه في حياتك بعد الحرب ما خلصت. فبيقول له بيرسي انه عايش حياة هادية ومستقرة مع أسرته. فبيقول له الصحفي ان رحلته للأمازون ألهمت ناس كتير، وان في بعثة حاليا طالعة من الولايات المتحدة للبرازيل بقيادة الدكتور رايس، ومعاه أدوات حديثة زي الراديو والطيارات، وإن في ناس كتير سجلت اسمها في البعثة دي. فبيستمع بيرسي لكلامه بكل هدوء من غير ما يقاطعه، وبيقول له يا ريت المستكشفين دول يحترموا اللي هيلاقوه هناك في الأمازون ويحافظوا عليه. بعدها بفترة جاك كان بيتدرب على الصيد، فبيقرب منه بيرسي وبيديله عقد صغير كان واخده من قبيلة من الأمازون. فبيسأل جاك أبوه بيقول له إذا كان لسه مصدق إن المدينة دي موجودة فعلا ولا لأ. فبيقول له بيرسي إن هو مقتنع إنها لسه موجودة. فبيقول له جاك إنه عايز يروح معاه الرحلة الجاية عشان يستكشفوا المدينة سوا. لكن بيرسي بيقول له إن الرحلة دي خطيرة جدا وإن كبر على الكلام ده. لكن جاك بيقول له ما ينفعش نسيب الأمريكان يلاقوا المدينة قبلنا، لأنهم ممكن يدمروها بأسلحتهم وجشعهم، وإن لازم إحنا نلاقيها الأول ونحميها. وبيقتنع بيرسي بكلام جاك ابنه، لكنه بيقول له لازم تقنع أمك الأول. وفعلا بيروح جاك لأمه وبيقول لها إنه عارف إن الرحلة مش سهلة، بس إنتي قلتيلي قبل كده إن الحياة بتبدأ بره منطقة الراحة. فبتحس الأم إنها قدام الأمر الواقع وبتوافق على الرحلة. وبعدها بيرسي بيطلب من صديقه القديم هنري يجي معاهم الرحلة، لكن هنري رفض وقال إنه مش هيقدر يسيب مراته وبنته الصغيرة، وكمان مش هيقدر يتحمل مصاريف الرحلة. فبيشك بيرسي إن هنري فقد الإيمان بوجود المدينة،
لكن هنري بيقوله إنه مش شاكك في وجود المدينة ولا حاجة، لكنه خايف إنه ميقدرش يرجع لأهله تاني. وفي ديسمبر سنة 1924 بيعلن بيرسي للصحافة إنه راجع تاني للأمازون عشان يدور على مدينة زد المفقودة، بس المرة دي مع ابنه الكبير جاك. وفعلا بتوافق الجمعية الجغرافية الملكية على تمويل الرحلة، ورئيس الجمعية بيعتذر لبيرسي إنه مصدقش كلامه زمان أيام خلافه مع موراي. بعدها بيرسي بيعرض على الصحافة بوصلة قديمة كان محتفظ بيها بقاله 20 سنة، وبيقول لهم إنها هتكون رمز لرحلته، ولما يوصل لمدينة زد هيبعت لهم البوصلة كعلامة. وفعلا بيتحرك بيرسي في رحلته. وفي إبريل سنة 1925 بيوصل بيرسي لغابات الأمازون المطيرة، وهناك بيروح بيرسي ناحية مزرعة قديمة، وبيكمل مشي لحد ما بيوصل لقبيلة محلية. فبيقول له سكان القبيلة إن في كهف سري محدش من الأغراب يعرفه، وفي صخرة كبيرة عليها رسومات قديمة لبشر وأحصنة، وإنها ممكن تكون مدخل القبيلة المفقودة. وبيرحب بيهم زعيم القرية جدا، فبيحس بيرسي إن البشر كلهم من أصل واحد. وبعد ما بيستريحوا شوية في القرية بيواصل بيرسي وجاك رحلتهم في الغابة، لكنهم بيقابلوا قبائل همجية بتهجم عليهم فبيضطروا يهربوا منها. وبعدها بتقابلهم قبيلة تانية وبتنقذهم، ولكن بعد كده بيعملوا عليهم طقوس غريبة. فبيحس جاك بالخطر وبيقول لبيرسي إنهم مش هيخرجوا من هنا أحياء، لكن بيرسي بيحاول يطمنه ويقوله إن الحياة مليانة بالأسرار، وإن مش كل حاجة لازم نكون عارفينها. فبيقرروا ينفذوا طقوس القبيلة. وبتمر السنين وما بيرجعش بيرسي ولا جاك أبدا. وبعد فترة بترجع زوجة بيرسي لرئيس الجمعية الجغرافية الملكية، وبتقوله إن جاك وبيرسي ما رجعوش بقالهم فترة طويلة. وبتقوله إن في واحد برازيلي بيقول إنه شافهم عايشين هناك مع القبائل البدائية. فبيقول لها رئيس الجمعية إنهم ممكن ما يرجعوش تاني، وإنه بعت وراهم أكتر من 100 واحد يدوروا عليهم ولكن بدون جدوى. وبيديها الراجل البرازيلي البوصلة اللي بيرسي وعد إنه هيبعتها. في اللحظة دي بتشك زوجة بيرسي إنه ممكن فعلا يكون لقى المدينة المفقودة وقرر يعيش هناك. ولكن للأسف العالم كله كان بيسخر من حلم بيرسي بإيجاد مدينة زد المفقودة. ولكن مع الوقت التاريخ بينصف بيرسي، وعلماء الآثار اكتشفوا شبكة ضخمة من الطرق والجسور والمزارع القديمة مخفية في غابات الأمازون. ومن بين الاستكشافات دي كان الموقع اللي حدده بيرسي وقال إنه ممكن يكون مدينة زد المفقودة. بس يا صديقي، وبيخلص الفيلم على كده. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك لقناة كبسولة أفلام عشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري في عالم الأفلام. وما تنساش تقول لنا رأيك في الكومنتات. أشوفكم الملخص الجاي. سلام.